الإعلان الهابط لشركة اتصالات مصر إعلان أقل ما يوصف بأنه إعلان مستفز، إعلان يدعو إلى التعصب. وأنا مش فاهم إزاي أصلا النادي الأهلي أكيد شاف الإعلان ده، إزاي المسؤولين في النادي الأهلي يوافق إنه يحصل إسقاطات بالشكل ده. يعني كان أولى إعلان زي ده يتعرض على قناة الأهلي، يعني قناة الأهلي نفسها ما بتعملش كده. انتوا سبتوا إيه بقى للناس اللي هم بتوع الشارع اللي ما عندهمش ثقافة وبيشتم اي حد ما عندوش مشكلة في ده؟ شركة كبيرة المفروض ان هي بتعمل على زيادة مشتركين فيها تعمل اعلان حقير زي ده. وبعدين يعني شوف الصورة اللي قدامك دي، يعني انت جايب واحد لابس ابيض وعربية اسعاف عليها خطين حمر وعربية بيضة. ايه دي بتخدم على منطقة الزمالك دي مثلا؟ ايه ده؟ احنا الثقافة بتاعتنا وصلت لكده؟ يعني انت بعد كده يعني انت مثلا بتسمح للناس انه يعمل اي فكرة زي دي في الطبيعة في العادي مثلا؟ هل ده كان هيبقى مقبول؟ طب يعني العربية إسعاف دي لو في إعلان تاني كانت باللون الأحمر والراجل اللي طالع منها ده لابس أحمر، كان هيبقى عادي؟ طبعا مش عادي. احنا وصلنا لدرجة كبيرة من الانحطاط الخلقي، والراجل اللي عمل الإعلان ده لازم يتحاسب يا جماعة. احنا مش هينفع نكمل في الطريق ده. انتوا عايزين الجماهير تعمل ايه؟ انتوا عايزين تولدوا فكرة التعصب تاني من جديد؟ هو احنا ما شبعناش يا جماعة قبل كده؟ احنا ما شفناش حصل ايه من التعصب؟ يا سيدي الاعلان كان هيبقى حلو قوي لو انت ما بتعملش فيه اسقاط على كذا حاجه او تستفز بيه بجماهير تانية. يعني انا مثلا اروح اعمل اعلان لنادي الزمالك، اروح استفز جماهير الاسماعيلي او استفز جماهير المصري؟ مش هيبقى مقبول طبعا. انما انا مش فاهم بصراحه يعني ازاي الاعلان ده عدى وجماهير الزمالك مش هتعديه صدقني. ومفيش زملكاوي محترم مش هيفكر ان هو يلغي الخط بتاعه او يحوله لشركة تانية. انا واحد من الناس لازم اغير الخط بتاعي لاورنج الصبح. ان شاء الله الصبح كده انا عندي فرع جنب الشغل، لازم اغير الخط. انا ما يشرفنيش ان اتعامل مع شركة المسؤولين فيها او الناس اللي بتعمل اعلانات فيها عندهم الفكر ده. يعني حتى الشركة دي لو بتعمل اعلانات بتعمل اسقاط على الاهلي، انا ما يشرفنيش برضو ان انا ابقى من احد العملاء في الشركة دي. نيجي بقى لموضوع الهبوط في الدوري. يعني ايه يا جماعة تلغوا هبوط؟ يعني احنا لسه ما خلصناش من فساد عدم خصم ال3